في جريمة هزت الرأي العام اللبناني، شهدت بلدة ناعمة في قضاء الشوف مأساة إنسانية تخطت حدود التصور. طفلة خرجت برفقة شقيقها الصغير في نزهة قصيرة، لكنها لم تعد. وفي التفاصيل، أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأن شقيق جار العائلة اصطحب الطفلين إلى البحر، حيث أقدم على اغتصاب الفتاة وقتلها بضربة حجر قبل أن يخفي جثتها بين الصخور. ثم حاول التخلص من شقيقها الصغير برميه في البحر، ظناً منه أنه فارق الحياة، إلا أن الطفل نجا، وكانت نجاته مفتاح كشف الجريمة بعدما أشار إلى الفاعل أمام والده فور رؤيته. جريمة عادت إلى الواجهة السؤال الأهم: إلى متى سيبقى أمن الطفولة مجرد شعار؟ وكم من مأساة يجب أن تقع حتى يحاسب الجاني بحزم ويقف نزيف الطفولة إلى الأبد؟